حبيبك السابق على الأقل عمل حاجتين من الحاجات اللي هاقول لك عليها دلوقتي، اعرف إن هو بنسبة كبيرة جدًا عاوز يرجع لك تاني، بس ممكن يكون كبرياؤه بيمنعه إن هو ياخد الخطوة دي. أول حاجة ممكن حبيبك السابق يعملها هي إن هو يغير عليك، إن هو يبدأ يحسسك إن أنت ما لكش إنك تعرف حد تاني غيره، حتى لو ما فيش بينكم كلام ممكن تلاقيه بيغير عليك من خلال الريأكتات اللي على البوستات اللي أنت بتنزلها، من خلال مثلًا ممكن يخش يكلمك مثلًا يديك كلمة تضايقك، يحسسك إن أنت مثلًا واحد بتنُط من علاقة للتانية، هيغير عليك. هو ممكن يكون من عقله الباطن بيفكّر إن هو سابك، بس على أمل إن هو يرجع لك في وقت من الأوقات، بس لحد ما يرجع لك بناءً على اللي في عقله الباطن إن هو مش عايزك تكون مع حد تاني غيره، علشان ما تتعلقش بيه، وعلشان لمّا يفكّر يرجع ما يلاقيكش رُحت منه، هو مش عايز يسيبك داخليًا، فعشان كده هتلاقيه بيغير عليك كل شوية. تاني حاجة ممكن هتلاقيه بيعملها معاك هو إنه يقرّب منك واحدة، واحدة ومرّة واحدة يختفي. التكنيك ده بيعمله أغلب الناس اللي بيبقوا عايزين يرجعوا لحبايبهم من خلال إن هو يبدأ يحسسك بالأمان، الرجوع، اللي هو أعلّق لك على بوستات، أخش أكلمك على الواتساب، أخش أرن عليك مثلًا أسألك على حاجة معيّنة، أتحجج عشان أكلمك. كلمة في التانية في التالتة في الرابعة هتلاقيه مرّة واحدة بعد كل ده سابك تاني. ليه؟ علشان أنت تبدأ ترجع تكلمه وتهتم بيه وتحس بالتقصير وتحس من جواك كده هو جاي يكلمني، أنا ليه ما اكلمهوش أنا كمان؟ هنا بيصطادك بالحيلة دي. تالت حاجة هو الإساءة. ممكن تلاقيه مثلًا مرّة واحدة بدأ يعاملك معاملة سيئة خالص حتى وأنتم سايبين بعض، يلقّح عليك بالبوستات، يبدأ ينزّل لك استوريهات عارف كويس إن هي ممكن تضايقك، اعرف ساعتها إن هو بيفكّر فيك جامد جدًا وعايز يرجع لك وعايزك تحس إن أنت متضايق، فتخش تقول له إن أنت متضايق وأنت ليه بتعمل كده، فيصطادك ويرجعك تاني. رابع حاجة إن هو بيغيظك بحد تاني، هنا بقى والعكس هو هنا اللي بيتعمد إثارة غيرتك، تمام، بإنه بينزّل بوستات مع حد، إنه بيلمّح إن هو بيحب حد، إن هو بيلمّح إن هو ارتبط، ينزّل new relationship. الطريقة دي معروفة جدًا برضه إن هو بيبدأ يدّي لك إحساس إن أنت ولا حاجة، فأنت خُش الحق نفسك بقى وتعالَ كلمني قبل ما ارتبط. هنا دي الفكرة، لو عمل حاجة من الحاجات دول حتى مثلًا نقول حاجة، بس حاجة عملها بقوة، اعرف إن هو بنسبة كبيرة جدًا عايز يرجع لك بس كبرياؤه منعه. وأنت الدور عليك برضه إن أنت تتمهّل إنك ما ترجعش على طول، إنك تحتفظ بكرامتك. أقول لك على حاجة أنا هاقولها لك شخصيًا، شوف الكلام اللي كان بيضايقك بيه في الأول والكلام القاسي والصعب وافتكره علشان ما تحنّش بسهولة، وعلشان عقلك برضه يفكّر، هنا قلبك ده الغيه خالص، فكّر بعقلك وبمنطقية. لو حسّيت إن هو اتغيّر علشانك وحسّيت إن هو بدأ فعلًا يحتاج للرجوع ليك بطريقة مباشرة أو حتى بدأ يعترف أو حتى بدأ يتكلّم أكتر من المُعدّل الطبيعي، اعرف إن هو كده عايز يرجع لك خلاص وِش، وأنت ساعتها تمهّل وخُد القرار بهدوء من غير استعجال. شكرًا أوي، اعملوا لي بقى لايك وfollow وexplore عشان أنزّل أكتر وأكتر إن شاء الله، باحبكم أوي.